تبارك الله على هذا الراجل هذا. بعد السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ شاهدوا هذا الراجل هذا تبارك الله بغى يدير واحد الروتين ديال منزل، لان هذا الروتين هذا ماشي غير خصو العيالات هما اللي يديروا بوحدهم. الراجل تا هو يخص بدورو، خص تا هو يديرو. انا كنتمنى رجال زعما يفيقوا لهاد الطريقه هادي، لان باش واحد يمكن يعاون مراتو ما فيها حتى مشكل، خصوصا الناس ملي كيكونوا خدامين بجوج، راه شويه كيكون الدرك ديال الشقه ديال الدار. و... وكنشوف دابا تبارك الله عليهم هاد الناس ديال الاجانب كيديروا كلشي ما عندهم سوق، متفقين، كيبقاو بحال اصدقاء في الدار، اللي والا يدير شي حاجه. وكنتمنى هادشي راه ماشي صعيب، وهادشي راه كيبين حتى النشاط ديال الشخص، يا مرأة يا راجل. لان سبحان الله العظيم من لاحظتو المرأة ديما عندها واحد الطاقة إيجابية في الدار، تصبان وطيب، يعني راه كتبان ديما ناشطة في هاد المسائل بحال هكدا. الراجل لا، كيبقى ديما معكاز، اما في التليفون وإما خارج برا المقهى او لا في شي مجمع او لا بزاف عنده، يعني ماشي من الضرورة، غير هو بحال كيتهرب، ما يقدرش دابا ينشط ينوض يدير شي حاجة في الدار. تلقاه في كوزينة ولا تلقاه يصوب الخزينة ديال الحوايج ديالو، يطوي الحويجات ديالو او لا. حنا ديما عندنا ديك الفكرة ديال بكري، كيكون جالس الراجل جيب لي نشرب، جيب لي هنا جيب لي هنا وجالس. خاص واحد شوية، داك الشيء ماشي معقول. المرأة والراجل كيبقاو، راجل والمرأة كيبقاو في نفس الوقت بحال الأصدقاء، بحال الخوت، خصو يتعاونوا. وكنصح الناس بهاد الآلة اللي كتمص الغبرة اللي سميتها سبيراتور. هاد السبيراتور هادي كتسهل الشقة ديال الدار، لا هذاك الزرابي ولا داك الموكيت، لان ملي كيبدا واحد يشطب هذيك الشطابه ديال الليد، هذيك الغبره كطير. ما ملي كنشطبو هكذا الزربي ولا موكيت، ما داكشي ما كيتشطبش كله 100%. شي حاجه قليله كتشطب، شي حاجه اللي ثقيله، اللي شي حاجه بحال رقيقه بحال الكاغط بحال شي حاجه. اما هي الغبره اللي تحطات من الشراجم راه ما عمر غادي نشطبوها بشطابه، ما عمر غتباع شطابه. كيما كضرب بشطابه ديك الشطابه الحرشه كطير. راه لو كان دخلت عندكم واحد الشعاع ديال الشمس بحال النور ديال البيل او بحال الفار ديال الطوموبيل، غتلقى واحد الغباريه بالكثره في هذاك الاشعه ديال الشمس، كتلقى كله طايره. حنا يلا كنساليو بهذاك الشطاب، كنقولوا حنا شطبنا بهذيك الشطابه، شويه داكشي عاوتاني كله كيهود فوق الطبالي او فوق الحوايج. باش غتلاحظوا هاد القضيه، لاحظوها بشي طبله عندكم ديال الزاج، شطبوا بهذيك الشطابه وخرجوا، وغادي تلقى هذيك الغبره كلها غتحط في هذيك على ديك الطبله ديال الزاج، كلها غتحط، غترجع تمسحها تلقى عاوتاني هي. هاد السبيراتور هذا اللي كتمص هاد الغبره هي احسن حاجه. هذيك الغبره كتمص، كتدخلها، احسن حاجه هي هاد السبيراتور. زعما الناس اللي اخترعوا هاد الطريقه هادي زعما الله يحفظهم، راه خدموا مع انسان. ونزيدكم واحد القضيه، حتى ملي كنبدا نشطبو بالشطبه ديال الليدز، الكتر ديال الحساسيه انت قريبه لهاديك البلاصه اللي كتشطب، هذاك الشيء كله كيطلع لنيوفك، عينيك ونيوفك. ما كتكمل داك الشيء كله كتبدا تعطس، او حتى الوليدات بحال هكداك، بحال دابا هاد الوليد كيلعب وانت كتشطب هذاك الشطابه، كون على اليقين لا بدا يعطس لا بدا يحس بشي حاجه، الا ما حس اليوم غادي يحس غدا، لان كينشق هذيك الغبره اوتوماتيك كتدخل ليه الصدر ديالو.
هذاك هو الروح، هذاك هو الحساسية، هذيك هي الضيقة، وحنا كنحسبوا روسنا راه كنشطبوا، راه ما كنشطبوش، راه غير كنزعزعوا داك الغبرة كطير فوق راسنا كتحرك، راه ما عمرها تمكن. احسن حاجة هي السبيراتور بالنسبة للموكيت ولا الزرابي، حتى الفراش الفوق، حتى الفراش الفوق يمكن نديروها، نشطبوا بها المساند، الفراش، الخوامي. خاصنا غير يكون عندنا واحد الخاطر، راه كتشطب كلشي، وكيتبدل لها هذاك كيتبدل لها الريوس. انا غير بهذيك الراس كندير بها كلشي، كنشطب الزربيه وكنشطب فوق، يعني كاع البلاصه اللي هي بلا كندوز على هذيك السبيراتور، كتمص بديك الغبره بالسهوله، كتمصها وكتخزن. اما الا ضربتو بالشطابه ولا بشي منديل، هذيك الغبره طيرتوها، راه غير تخرجتو من داك المحل الغبره عاوتاني غتهود، غير بحال كتلعب معانا، بحال كتلعب قشقاش. هادي كتمص كلشي، هادي ما كتخليش. باش غتعرفوا بعدا، باش غنعرفوا حنا واش كتمص، تصوروا معايا دابا فيها واحد الشكاره لداخل، مده ديال 4 ايام 5 ايام على حسب ما حالكم، كتعمر. نقد نقول لكم حتى المقدار ديال العمر اللي كتعمر تقريبا واحد 2 كيلو 3 كيلو ديال الغبره اللي كتهز ملي كنخوها. يلا ملي جات ديك الغبره، واحد الغبره رقيقه بزاف، حتى ملي كنخويوها نصيكم، حاولوا بعدوها على نيفكم، راه كتدخل اوتوماتيك. ديروها في معاكس ديال البرد. ملي كتشوفوا، انا دابا كنطلع للسطح كنشوف الريح من جاي، وكنكون انا قبالة الريح، وكنخويها. ملي كنخويها باش الريح كيضرب ديك الغبره كيديها باش ما كترجعش ليا نيوفي. ردوا بالكم، راه حتى في الخويان فيها المشكل، ما تعطوهاش واحد اللي ما كيفهمش، راه كينشق هذيك الريحه، هذيك الغبره كينشقها كيدخلها اوتوماتيك كتدخل. اصعب حاجه، ردوا بال، خص واحد يخويها اللي بعقلو باش هذيك ما ينشقش هذيك الغبره. وإلا شكيتو، تنصتت لكم شي حاجه بحال الدراري ملي كيكون عندهم هذوك اللعاب ديال البيسي ولا التليفونات ولا، ردوا بالكم الا كنتو شكيتو في شي حاجه مشات لكم، بحال الفلوس، بحال كارت ميموار، بحال الكليب، بحال كاع داكشي رقيق راه كتمصو. اي حاجه يعني من الخواتم، من الكليات، من اي حاجه غليظه اللي كتوزن تقريبا واحد 20 غرام راه كتمصها كطلع. وإلا شكيتو في شي حاجه تضرت لكم في الدار، ما عليكم غير تخوها في السطل ديال الماء، السطل خاوي، خويها في هذاك السطل، ومن بعد طلقوا عليها الماء وخليها واحد المده بما يذوب داكشي كله. صفي داك الماء غتلقى داكشي كله لتحت. راه ملي غادي تخوها في السطل وتدخلوا عليها تخويو عليها الماء، غتلقاها بحال الغيس. ولكن ديما كنوصيكم على نيوفكم، وإياكم على نيوفكم، راه كتدخل. أصعب حاجة هي تدخل لكم النيوف، بعدوا على نيوفكم. ملي كتخوها في داك السطل، واحد ملي كنعمر داك السطل بالماء على داك الغبرة كتولي بحال الغيس. من ديك الساعة كنصفي داك الماء، أولا كندير يديا كنقلب في وسط هداك الغيس، كنقلب يديا شنو كاين تما. ولكن فكرة أخرى، ما توركوش على أي حاجة، بحيث يمكن يكون الزاج، يمكن يعني يمكن يكون زيزوار، يمكن ديروا الاحتياط. يعني إلا كاع بغيتو تخرجوا سالمين من هادشي هذا، خويا في شي حاجة واسعة. ملي غتولي بحال الغيس، خويا في شي بلاصة بحال اللي عنده السطح أو الجردة، خويا في شي بلاصة واسعة غيبان داكشي كله كاينو، وضربوها الماء كاع داكشي غيبان. هادشي اللي كندير أنا، حيت هي أي حاجة كتطلعها من الخواتم، من الفلوس، داك كارت ميموار، أي حاجة، خصوصا ملي كيكون الدراري هكذا كيلعبوا بحال الدراري عندهم هاد المسائل بحال هكذا كطيح، ولا بحال شي العيالات كيطيحوا الخواتم، كيطيحوا زيزوار، أي حاجة. ردوا بالكم، هي مزيانة تشطب 100%. وكنقول عاوتاني كنأكد على الناس، كنحاول نقول للرجال اللي بحالي، هاد الشقة ديال الدار علاش كتبان لكم، علاش كتبان لكم مرا ديما كتشقى، هي في التصبين، هي في الكوزينه هنا ناشطه، عطا الله واحد النشاط. حنا بحال فينا العجز اللي كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، ما عرفت مالنا. يمكن واحد يمشي للقهوه يريح، ولا قدام التلفازه ولا بالتليفون، وما ينوضش يدير حتى شي حاجه في الدار. هذا واحد النوع ديال العجز، الخمول. وكتلقى المراه تبارك الله، الله يحفظها،
ها هي في التصبين، ها هي في الكوزينة، ها هي في الشقة، ها هي في الجفاف، ها هي يعني ديما كتلقاها كدور، ولو كتكون خدام كتدخل للدار كتلقاها تبارك الله، الله يحفظها، وكتلقاها كدور بالدار كلها. حنا لا، الرجال لا. وتبارك الله عليكم والله يعاونكم.